متأخرة على الغدا وعايزة تعملي غدوة سريعة. النهاردة هقولك ازاي تعملي أكلة سريعة مش هتاخد مني نص ساعة، وهتكون حلوة واقتصادية كمان، ما فيهاش تكلفة جامدة. يا دوبك بس الفرخة وشوية الطلبات اللي قدامنا دول، وهنعمل مع بعض أحلى صينية فراخ. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين فرخة معمولة في صينية ما خدتش وقت خالص، جميلة وريحتها تحفة. هنعمل جنبها رز ابيض، رز بشعرية. هتعملي جنبها مكرونة، انا عملت مكرونة بالصلصة، عملت مكرونة قلم بالصلصة كده جنبها مع حبة مخلل، كانت تحفة. ممكن كمان تعملي جنبها طبق سلطة او تقطعي جنبها خيار وطماطم. اكلة جميلة. يلا بينا نشوف الاكلة الخطيرة دي هنعملها ازاي. انا هنا معايا فرخة مقطعاها 4 ارباع. الفرخة دي وزنها 2 كيلو، وعاملة فيها فتحات كده، يعني فتحتين 3 في الصدر. شايفين؟ والفتحة تكون عميقة. طبعا بنغسل الفراخ بليمون وملح، وننقعها كويس ونشيل فيها اي زيادات، ريشة، الحتة اللي بتبقى فيها من تحت ديت، وننضفها كويس، وبعد كده نشطفها كويس جدا ونصفيها. معانا هنا طماطمتين، ومعايا بصلايه كبيره، ومعايا فصين توم، وقرنين فلفل اخضر، وليمونتين حلوين متوسطين. التوابل بقى معايا معلقه كبيره مرقه دجاج فوري، معايا كمان معلقه كبيره بصل بودره، معايا ملح، معايا فلفل، ومعايا كاري، ورشه صغننه خالص زنجبيل في الكبه. وهحط كل المكونات، البصل والطماطم والفلفل وفصين الثوم. لو وصلتوا معايا لغايه هنا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك، وما تنسوش الكومنت الحلو بتاعكم، وتشيروا الفيديو علشان التعليق يوصلني، واللي عايز اي وصفه يكتب لي في الكومنتات. وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، عشان ده بيساعد على نشر الفيديو. هنا حطيت الثوم، قطعته كده 2، ونزلت بالطماطم، وادي قرن الفلفل كده، ده قرن فلفل حامي، اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه بلاش. وننزل بقى بالتوابل زي ما قلنا، معلقه بصل، ملح، فلفل، كمان كاري، ومعلقه كبيره من مرقه الدجاج الفوري، ورشه زنجبيل صغننه خالص، يعني رشه كده بين صوابعنا. والملح يا حبايبي ما تكتروش الملح، عشان الملح حسب الرغبه. ممكن بعد ما تعملي يعني كل المكونات دي وتضربيها وتشوفي الطعم بتاعها، لو محتاجه ملح تاني زودي، لكن لو حادقه مش هتعرفي تعالجيها. احنا هنا ضربنا كل المكونات دي مع بعضينا. هنجيب الصينيه، وهنزل بقى بالخليط ده كله كده. ريحته يا جماعه خطيره. انا هنا ضفت شويه ملح وشويه فلفل. قلب قلب. دي كانت حته بصله ما اتفرمتش حلو كده، وانا يعني قطعتها انا بايديا. هدعك كده الفرخه بالتوابل، واحط في الفتحات. بصوا الصدر ما شاء الله كبير، وعامله فيه فتحات، وهيستوي ويبقى زي الفل. واي حد عنده سؤال يكتبولي في التعليق. الفراخ دي يا حبايبي احنا هنسويها من فوق البوتاجاز، يا دوبك هتاخد وش بس في الشوايه، مفيش اسرع من كده. بصوا انا هنا سوري، هنا بحط التتبيله في كل الفتحات علشان تاخد طعم وتبقى حلوه. وطبعا في خلال ما انا بعمل صينيه الفراخ، انا معلقه على ميه المكرونه علشان الفراخ تبقى جاهزه مع المكرونه، ويبقوا الاتنين سخنين. تبلت الفراخ حلوه قوي قوي، وكده معانا صينيه فراخ جاهزه. لو مش مستعجله حبيبتي هنسيبها في التلاجة ساعتين، لو مستعجله عليها عادي هنجهزها، مفيش اي مشاكل. انا هنا حطيتها ساعتين في التلاجة، ورجعت تاني بعد ساعتين. اللي مستعجله حبايبي تولع عليها على طول نفس الطعم. معايا هنا كوبايه ميه من حنفيه عاديه خالص، ونزلت بيهم في
جبت صينيه الفراخ وهزتها هزه كده وحطيتها على البوتاجاز من فوق، وبعد غلوتين 3 كده حركت الفراخ عشان ما تلزقش، وبغطي تاني لغايه ما تنشف كده، ما بسيبهاش تنشف قوي يعني، بيبقى فيها ميه بسيطه كده. هطفي وادخلها الشوايه. خدت 10 دقايق في الشوايه او اقل كمان، وبقى معانا احلى صينيه فراخ معموله على البوتاجاز، يا دوبك واخده لون بس في الشوايه. ايه عجبتكم الطريقه؟ اكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم طريقه الفراخ ديت، واشوفكم على خير.